السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم جميعا. النهارده هنعمل فطائر فراخ، فطائر محشية فراخ مع جبنة بطريقة سهلة وعجينة جميلة جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي هنا كوباية لبن، هو الحليب عايزين كوباية وربع لبن، وعايزين معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة. الافضل يكون اللبن دافي عشان تتفاعل معنا الخميرة. هنخلطهم مع بعض، وهضيف ربع الكوباية زيت، وهنخلطهم مع بعض ونسيبهم حوالي 10 دقايق لحد ما تتفاعل معانا الخميرة. بعد 10 دقايق هنضيف اول كوباية دقيق، ودي معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح. هنضيف الكوباية التانية دقيق وهنخلطهم مع بعض. احنا هنحتاج دقيق من 3 وربع ل3 ونص، من دقيق لدقيق لانه هتفرق معاكي. دلوقتي هنضيف الكوباية التالتة وهنعجنهم. دلوقتي هضيف ربع الكوباية دقيق، كده خد مني العجينة 3 كوبايات وربع دقيق. احنا عايزين العجينة تكون تلزق معنا، مش عايزينها ناشفة معنا. بصوا العجين بيلزق لسه معايا. دلوقتي هنضيف معلقة زيت، ونعجنها معلقة زيت، هي مجرد معلقة بس، معلقة كبيرة، وهنعجنها برضو فيها. ودلوقتي هنركنها في مكان دافي حوالي ساعة لحد ما تتخمر معانا. اول حاجة عندي هنا طواية احط فيها زيت ذرة. عندي هنا فراخ نص كيلو، فراخ بانيه مقطعة مكعبات صغيرة. دلوقتي هضيف لها نص المعلقة الصغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح، ونص المعلقة الصغيرة شطة او بابريكا، ومعلقة صغيرة مليانة بهارات الماجي. هخلطهم مع بعض. دلوقتي هوطي النار على الاخر واغطيهم واسيبهم لحد الفراخ ما تنزل ميتها، وهي هتسوي لي الفراخ. كده الفراخ معايا استوت. بصوا الفراخ نزلت ميتها واستوت من ميتها. دلوقتي هضيف هنا عندي بصلاية افرمتها فرم ناعم، هنزلها فوقيهم. في المرحلة دي ممكن نضيفي جزر او بسلة او ذرة، بس انا النهاردة اكتفيت بالفلفل والبصل. دلوقتي هسيبهم على نار عالية عشان البصل يتكرمل ويستوي معايا. دلوقتي عندي فلفل، واحدة احمر واحدة اصفر، وفي ممكن تضيفي اخضر بس تكتفي بالاخضر. هقلبهم على نار عالية عشان الفلفل معايا يتشوح ويذبل معايا شوية. حوالي 5 دقايق كده، وبعدين هطفي النار وهسيبهم لحد ما يتخمر العجين والفراخ تبرد معايا. بعد ما تخمر العجين دلوقتي هنطلعه من البولة ونحطه على الرخامة، ونرش عليها دقيق. عايزين نقطعه دلوقتي. انا هقطع الكمية دي حوالي 10 قطع، يعني دلوقتي قطعتهم في النص، دلوقتي اقطعهم 10 قطع. كل قطعة هنقطعها 5. احنا عايزين الكمية كلها 10 قطع. او ممكن تعملي اكتر، انا عملتهم الرغيف يكون كبير، ممكن تصغري الرغيف. كده 5.
دلوقتي عايزين نكورهم، ونخليهم يرتاحوا معانا شوية لحد ما نشكلهم كلهم، بعدين نشتغل نحشيهم. دلوقتي هنجيب كل قطعة ونمدها كده ونحط فيها حشوة الفراخ، ونحط فيها برضو جبنة موزاريلا، ونقفلها. هنقفلها كويس. دلوقتي هنقفل هنبططها كده ونقلبها. هنحطها في صينية الخبز. ممكن تدهني الصينية في زيت، بس انا صراحة ما دهنتش وما لزقتش معايا. برضو دي قطعة تانية حطيت فيها فراخ، ودلوقتي جبنة. دلوقتي هقفلها. دلوقتي هدهن وشهم لبن، هو الحليب. ممكن تدهنيه بصفار بيضة اذا مش عايزة تحطي على وشها جبنة، بس انا حطيت على وشها جبنة. الجبنة هتخليها تاخد لون حلو. دلوقتي احط على وشها جبنة. دلوقتي هدخلها الفرن درجة حرارة 200. الحرارة الفرن مشغل حرارته من تحت حوالي 20 دقيقة او 15 دقيقة لحد ما تاخد لون من تحت. انا خدت مني حوالي 15 دقيقة من تحت و10 دقايق لحد ما خدت لون من فوق تحمير. وبعد ما اطلعها من الفرن اغطيها في فوطة واسيبها حوالي 5 دقايق وبعدين اقدمها. بس انا قدمتها على طول لانه كان اتأخرت انا في الغدا، عشان كده قدمتها على طول. وده شكلها. بصوا بتطلع معايا بسهولة. بتمنى تجربوها وتعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.